تفاؤل او مساء تفاؤل وروقان. النهارده ان شاء الله باذن الله حلقه تنميه بشريه هنكمل فيها كلام مهم جدا، بس اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب والشير عشان ننشر التفاؤل والسعاده بين الناس. النهارده حلقه مهمه جدا، تابعها للاخر. ايه بقى يا سيدي؟ هتكلم عن الحنيه، هتكلم عن الحب. ليه بقى؟ هتكلم ان الحنيه او الحب او المعامله الكويسه للاخرين دي بتزود عندك هرمون السعاده او بتزود السعاده. ازاي يعني؟ حنية ايه يا عم الحاج؟ واحد يقول لي حنية ايه وحب ايه يا عم الحاج؟ انت مش شايف معظم الناس بقت وحشة؟ معظم الناس بقت مكارة، معظم الناس بقت مصلحجية، معظم الناس بقت كذا بقت كذا بقت كذا. هقول لك انت، كل ما انت بتعامل اللي حواليك بطريقة جميلة، وكل ما انت بتحب اللي حواليك من اهلك، من اللي حواليك سواء من اهلك سواء من اصدقائك او سواء من كل الناس اللي حواليك، كل ما انت علميا، انا مش هكلمك بقى من الناحيه الاخلاقيه او الدينيه او كده، لا هكلمك من الناحيه العلميه. كل ما انت علميا بيتفرز في جسمك هرمون اسمه الاوكسيتوسين. والهرمون الاوكسيتوسين ده بقى فيه سر كبير جدا. الهرمون ده لما بيتفرز في جسمك بيسبب لك السعاده، بيسبب لك الروقان. بيسبب لك الضحكة الرايقة، وبيخلي دايما مشاعرك جميلة جدا 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 جدا. بل ان انت يعني بتبص كده ان انت بتبقى مبتهج دايما ومشاعرك حلوة، وبالتالي بتبقى صحتك اجمل. فانت دلوقتي تعال اقول لك، فين اللايك شير سبسكرايب؟ انا بقول لك اهو. عشان نقدر ننشر السعادة والتفاؤل ما بين الناس. فأنت على قد طول الوقت خليك إنسان محب، خليك إنسان جميل، خليك إنسان ما بيطلعش من بقك غير كل الكلام الحلو. ما تعاملش الناس اللي حواليك غير بطريقة جميلة وحلوة. هتقول لي طب وعامل الناس حلو ازاي؟ طب ما في ناس وحشة ولاد تيت. بص، انت عامل الناس كلها باخلاقك انت وباصلك انت، والكويس منك الكويس قرب منه، والوحش ابتعد عنه بسلام وبطريقة كويسة. والله قادر ان انت تتعامل معاه وتغيره بطريقة جميلة، او بطريقة ان انت بتعامل بحب او بتعامل باخلاق او بكرم اخلاق وكده. اوكي، ما تقدرش خلاص. انا شخصيا قابلت ناس كتيرة جدا ما كانتش كويسين، بس مع التعامل الكويس والطريقة الكويسة فعلا اتغيروا. لان انت كل ما انت بتحب الاشخاص اللي حواليك حرفيا بيتفرز في جسمهم هرمون الاوكسيتوسين. وهرمون الاوكسيتوسين ده مش ان انت واحد يحب واحده، لا، ده هرمون الاكسجين ده للحب عامه. سواء اخوات بيحبوا بعض، سواء اهل، سواء اصدقاء، سواء انت حتى علاقتك بان انت مثلا عندك حيوان بتربيه او كده. فسبحان الله، الهرمون ده فيه سر كمان. عارفين ايه هو؟ سبحان الله ان كل الهرمونات اللي موجوده في الجسم بتتفرز لما انت بتاكل حاجه. يعني مثلا هرمونات السعاده التانية، الدوبامين بيتفرز لما انت بتاكل موز. البابونج لما انت السيروتونين هرمون السعاده بيتفرز لما انت بتشرب البابونج. لكن ده ما بيتفرز باي حاجه خالص، بيتفرز لما انت بتحب. طب انتوا عارفين ان الناس اللي لقوها لما عملوا تجارب على الناس لقوا ان انت كل ما انت تكون شخصيه لطيفه، كل ما انت بتعامل الناس بحب كده وروقان كمان وبسعادة، كل ما ده بقى مفيد فعلا لصحتك ومناعتك، وكل ما بقى صحتك قوية. فكل دي إشارات ليك أنت بجد من ربنا، إن أنت تحب اللي حواليك وإن أنت تعاملهم بطريقة جميلة. عايز أقول لك كمان إن أنت لما بتقعد تكره، أنت لما بتقعد تحسد، أنت لما بتقعد تغل كده، متوقع إزاي إن أنت تكون سعيد؟ عمرك شفت واحد بيغل او بيقول حسبي الله ونعم الوكيل وتلاقيه سعيد؟ عمرك شفت واحد مثلا بيعامل زوجته وحش وتلاقيه سعيد؟ او واحده بتعامل زوجها وحش وتلاقيها سعيده؟ واحد بيعامله وحش اهله وحش وبتلاقيه سعيد؟ لا، دايما السعاده دي ليها معادلات كده. ان انت تحب، يعني انت ليه ما تحبش اللي حواليك؟ يعني عايز اسال سؤال. انت ليه ما تحبش اللي حواليك اساسا؟ ان انت اصلا دي الفطره اللي انت مخلوق بيها،
إن أنت تحب اللي أنت حواليك، ومكافأتها من ربنا إن أنت هتكون سعيد. مش بس كده، مكافأتها إن أنت صحيًا هتكون أفضل، مشاعرك هتكون أفضل، أحاسيسك هتكون أفضل، صحتك هتكون أفضل. أنتم لا تتخيلوا الدراسات العلمية اللي أنا قريتها، إن أنت بس لمّا أنت بتعامل الناس to be kind، إن أنت تكون لطيف مع الآخرين. فيا جماعة، مش بس أخلاقيًا ولا حاجة، لأ، علميًا فعلًا الحنيّة والحُب بتدّيك هرمون السعادة. حنيّة بالحُب يعني إيه؟ لو أنتِ مخاصمة جوزِك روحي صالحيه، لو أنت زعلان من مراتك روح صالحها، لو أنت مخاصم أصحابك روح صالحهم، لو أنت المدير بتاعك معقّدك في حياتك روح اضحك في وشه كده وروح صالحه، وادّي مشاعر حُب دايمًا، هات دايمًا هدايا للناس اللي حواليك، عاملهم بطريقة جميلة، خلّي دايمًا العطف أو الحنان أو المعاملة الكويسة هي أسلوبك أنت. وعلى فكرة أعتقد إن دي من أكتر الحاجات اللي بتأثّر في الناس وبتأثّر فيك أنت، لإن أنت بقى علميًا لمّا أنت بتعامل الناس بحُب، أنت هرمون السعادة بيتفرز فيك، اللي هو هرمون الأوكسيتوسين، وهرمون الأوكسيتوسين كمان بيتفرز عندهم، تخيّلوا؟ فأنت يعني معادلة كده عشان تكون سعيد وتكون مبسوط وتكون رايق، حِب دايمًا وسامح. يا جماعة الناس اللي ما بتقدرش تسامح تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكل أمّا يفتكروا ويتضايقوا بيتفرز عندهم هرمون الكورتيزول اللي بيجيب الأمراض الوحشة أو اللي بيجيب الأمراض عامةً، وهرمون الأدرينالين. لكن أنت بقى لمّا تسامح وتبعت للناس حُب، أنت كده إيه، أنت هرمون الأوكسيتوسين اللي هو هرمون السعادة، هرمون الروقان، هرمون يعني الضحكة الحلوة اللي من القلب. وطبعًا عشان أنت تكون سعيد ورايق ما تنساش اللي أنت تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان بجد الناس يوصل لها كل حاجة. فأنت حِب اللي حواليك دايمًا على قد ما تقدر، عامل اللي حواليك بطريقة جميلة جدًا، 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 3 جدًا. وابتسم دايمًا في وش الناس، لإن أنت كل ما تبتسم في وش حد ممكن يكون هو يومه مش كويس، أنت بتغيّره، وأنت الكيميا بتاعة جسمك كمان بتتغيّر بالضحكة الجميلة. وأنت حِب الآخرين كمان، حِب نَفْسك، عامل نَفْسك بطريقة جميلة بس بدون أنانية. ممنوع الناس الأنانية والمتكبّرة والأنا وكده لأ، دي حاجة سلبية جدًا، جدًا، جدًا. فأنت حِب كل الناس اللي حواليك، عامل الناس بحنان، عامل الناس بعطف، وصدقوني دي مفيدة جدًا، جدًا، جدًا لسعادتك أنت قبل الآخرين. فأنت already لمّا أنت بتحب الآخرين معناها إن أنت بتحب نَفْسك، لإن أنت هرمونات السعادة والروقان بالقاف ها بتتفرز في جسمك، وحياتك فعلًا بتكون أجمل وبتكون أسعد ومشاعرك بتكون أجمل، والمناعة عندك بتقوى، وصحتك بتكون أفضل، علاقاتك كمان بتكون أفضل، بتبقى شخص متفهم كده، مش شخص انتقادي كده ولا هجومي ولا بتغل. أنا باشوف بجد حاجات فظيعة جدًا، جدًا على السوشيال ميديا وكده. خلّونا نحب بعض، خلّونا نقرّب من بعض، خلّونا بجد نحتوي بعض، لإن ده مفيد ليك أنت علميًا. وسبحان الله الهرمون الوحيد اللي بيتفرز في جسمك بدون أكل، بدون بقى ما تاخد حاجة من برّه. يعني مثلًا ما حدش ينفع يروح لحد يقول له إيه، يا دكتور والنبي ادّيني برشامة تعلّي عندي هرمون الأوكسيتوسين هرمون السعادة، أو حد يعمل search مثلًا على الإنترنت الأكلات التي تزيد هرمون الأوكسيتوسين اللي هو بتاع السعادة، اللي هو هرمون الحب، لأ. ده الهرمون الوحيد اللي بيتفرز لمّا أنت فعلًا بتحب، لمّا أنت بتسامح، لمّا أنت بتكون رايق، لمّا أنت بتكون مشاعرك جميلة، وساعتها هتبقى فعلًا مستمتع. دايمًا لمّا أنت بتقابل أطفال خصوصًا اليتامى، حُط إيدك على شعرهم. لو أنت عندك ابن أو بنت خُده دايمًا في حضنك أو خُدها دايمًا في حضنك. دايمًا حاول إن أنت يعني عارف الهرمون ده بيتفرز كمان مع الأحضان، ما تفهمنيش غلط، اوعى تفكّر شمال. احضن باباك، احضن مامتك، احضن كل الناس اللي حواليك، هتلاقي فعلًا الهرمون ده بيتفرز عندك، وده بقى بييجي معاه السعادة والروقان بالقاف مش بالألف، اوعى تقولها بالألف ها. اوعى تنسى إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب وشير، مش عشاني أنا، لأ، عشان القيمة نفسها إن إحنا ننشر السعادة
والتفاؤل ما بين أكبر قدر من الناس، إذ ربما ممكن حد يكون زعلان أو مكتئب أو يسمع كلمة الإنسان الفقير اللي زي كده يقولها له، فيبقى هو إيه، يتغيّر كل حياته وحياته تكون أجمل، وأنت بجد يكون أنت كمان خدت إيه، يعني حاجة كويسة إن أنت ساعدت في نشر الحاجة الجميلة دي. من قلبي بجد لو أنت وصلت لهنا باشكرك، وعايز أقول لك إن أنا باحبك جدًا أو أنا باحبِّك جدًا، وباتمنى لكم كل الحب وكل المشاعر الجميلة والإيه، والإيه، والروقان بالقاف. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان نقدر ننشر الحب والجمال والتفاؤل والروقان، يا رايق أنت يا رايق. سلام، باحبكم جدًا.